عمرك سمعت عن ملكة مصرية كان اسمها دلوكة؟ لا، وحكمت مصر وهي عندها 160 سنة وفضلت تحكم مصر 130 سنة. طب دلوكة دي وصلت للحكم ازاي؟ وفين تاريخها؟ ومذكورة فين في كتب التاريخ؟ ومش بس كده، دي عملت حائط صورت مصر كلها، عملت صورة على البلد بحالها من أسوان لحد البحر الأبيض، وهو ده حائط العجوز اللي هنتكلم عنه النهارده. السلام عليكم ورحمة الله. الموضوع اللي هنتكلم عنه النهارده هو جزء من تاريخ مصر اللي كان معروف قبل شامبليون، وده العالم الفرنسي اللي جه مع الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798 وفك رموز حجر رشيد سنة 1799. وتاريخ مصر الخرافي ده موجود في كتب القرون الوسطى، ولغاية دلوقتي في منه في عقول ناس كتير. قبل شامبليون كانت الهيروغليفية المصرية نفسها بتتفسر غلط، وكان المفهوم ان الرسومات الهيروغليفية دي مش حروف لكن رسومات بترمز لحاجات المصريين مش فاهمينها، ومن هنا اترجمت الرسومات واتفسرت بطريقة خرافية وخزعبلية كده، والمنجمين والمشعوذين والسحرة ورجال الدين في الشرق والغرب كل واحد بقى يطلع بنظرية. وقبل الاكتشافات والابحاث العلمية اللي فتح بابها شامبليون كان المعروف عن تاريخ مصر هو اللي اتذكر في الكتب الدينية، وقصة فرعون وموسى ويوسف اتضاف لها قصص وتفسيرات خرافية كتير. وبعد الفاصل اللي هو ثواني ده هنشوف الجزء ده من تاريخ مصر. اهلا بيكم، انا نور عجلان وانتوا دلوقتي في بنك العلم. اتمنى لو استفدتوا اي معلومة من الفيديو ده تدعموني بلايك وكومنت، ما تنسوش تشتركوا في البنك عشان رصيدنا العلمي يزيد. هو مع ان كان فيه كتب لرحالة ومؤرخين يونانيين ورومان زاروا مصر وكتبوا عنها وعن تاريخها ودياناتها بطريقة موضوعية، وده السبب اللي خلى الاوروبيين يعرفوا عن تاريخ مصر اكتر من المصريين نفسهم. ودي ملحوظة اشار اليها المستشرق فان هومر في كتابه عن تاريخ الدولة العثمانية، وقال ان اغلب الاتراك والفرس والعرب ما بيشوفوش عجائب مصر زي ما بيشوفها الاوروبيين وقدماء اليونان والرومان. وبيقول ان في الوقت اللي الاوروبيين بيعتبروا مصر منبع العلوم الاول في العالم وبيحترموها وبيحترموا عقائدها، بنلاقي الناس في الشرق ما بيشوفوش في المعابد والتماثيل وبالهول الا مخابئ سحريه لكنوز مدفونه بتحرسها التماثيل والصور، وما بيلاقوش في الهيروغليفيه غير طلاسم بتخفي عن الناس طرق استخراج الذهب. بعد دخول المسيحيه لمصر اختفى تاريخ مصر الفرعوني من الذاكره تماما، والناس ما قدرتش تقرا حروف اللغه المصريه القديمه سواء الهيروغليفية ودي غالبا كانت لغة الملوك والنبلاء، أو الهيراتيقية ودي كانت لغة الكهنة، والديموطيقية ودي كانت لغة الشعب في المعاملات اليومية. وده لأن المصريين تم إجبارهم على استخدام اللغة اليونانية. حتى المثقفين لما كانوا يحبوا يتهموا حد بالجهل بيقولوا عليه مهرطق، نسبة إلى لغة الهيراتيقية اللي كان بيستخدمها الكهنة زمان أيام العصر الفرعوني. وبعد ما دخل الإسلام مصر كمل على الباقي لحد ما اتنسى تاريخها القديم بالكامل. المصريين اللي بقوا مسيحيين ما كانوش بيهتموا بحاجة أبعد من تاريخ دخول المسيحية لمصر، وساهموا في نسيان تاريخ مصر القديم تماما، وكانوا أول ناس دمروا معابد مصر وشالوا النصوص المصرية من عليها، وأخذوا موقف عدواني جدا من تاريخ أجدادهم الوثنيين. والمصريين المسلمين ما اهتموش بكتب المؤرخين اليونان ولا الرومان، ونقلوا عن المؤرخين العرب بس اللي هم أصلا مع إنهم اهتموا بكتب اليونان التانية لكن ما اهتموش بالكتب التاريخيه، جم عندها واتشلوا ما بقوش يعرفوا يقروا. ومن ضمن اللي هبد كان المقريزي شيخ المؤرخين اللي قال على اسم مصر ان كان بيتقال عليها في الظهر الاول قبل الطوفان جازله وبعدين بقت مصر. وابن تاغر اتفق مع المقريزي، وابن اياس قال نفس الكلام، وابن العبري المسيحي اللي كتب عن تاريخ العالم من ايام ادم وعدى على فارس واليونان والمغول وما خلاش حاجه في الدنيا ما كتبش عليها، ما قالش عن تاريخ مصر الفرعوني غير ان هرمس هو ادريس عند المسلمين. افادك الله يا اخويا. المؤرخين المصريين المذكورين فوق طبعا ما اخترعوش القصص الخرافيه دي، هم كانوا بينقلوا اللي سمعوه وقروه من العرب بغض النظر عن اقتناعهم بيه او لا، وكانوا حريصين على انهم يقولوا انه بيتقال. كان عندهم ضمير في النقل. الجبرتي اللي عاش في فتره احدث وعاصر الحمله الفرنسيه على مصر وعينه نابليون كاتب في ديوانه، وكان مطلع على اعمال البعثه العلميه الفرنسيه اللي عملت موسوعه
طلعت وصف مصر ما ذكرش حاجة تخص جهدها في وصف وتسجيل الآثار المصرية، واكتفى بقوله لا يعلم قدرها إلا علام الغيوب. تاريخ مصر الخرافي متقسم لفترتين، قبل الطوفان وبعد الطوفان. بيحكي تاريخ مصر الخرافي إن مصر قبل الطوفان اتسمت على اسم مصريم ابن مراكيل ابن داويل ابن عرباق ابن آدم، اللي استقر هو وابنه نقراوش و70 من نسل عرباق في مصر. واللي بنى الأهرام هو شداد ابن عاد والعمالقة، أو الملك سوريد ابن صلوق من ملوك قبل الطوفان اللي كانوا ساكنين في مدينة الأشمونيين، ودي مدينة بناها علشان ينفق بجلده من الطوفان اللي هو حلم بيه قبل ما يحصل ب 300 سنة، أو زي ما في خرافة تانية بتقول اتنبئ بيها الحكيم فيلمون وحط الفلوس في الأهرامات وحط تاريخ الملوك واللي مكتوب لمصر في تاريخ القدر لحد آخر الزمان. وبيقول ابن تغري نقلا عن الكتاب العرب ومنهم المسعودي إن هرمس اللي بيسموه العبرانيين أخنوخ والمسلمين بيسموه النبي إدريس هو اللي عرف من تحركات الكواكب إن فيه طوفان هيحصل، فأمر ببناء الأهرامات وحط فيها الفلوس وكتب العلوم وكل الحاجات اللي خاف عليها تضيع. وبعد الطوفان بقى كان مصريم ابن بيسر ابن حام ابن نوح أول ملوك مصر بعد الطوفان، وأول واحد يبني السفن، واتجوز بنت الحكيم فيلمون فخلف قبطيم. وطوطيس في تاريخ مصر الخرافي كان أول الفراعنة، وهو اللي حاول يراود سارة جاريته زوجة النبي إبراهيم بعد كده عن نفسها، ولكن بعد ما تاب أهدى سارة هدية لبنته حورية، وحورية بدورها أعتقت سارة وأعطتها هاجر هدية، فراحت سارة أعطت هاجر لسيدنا إبراهيم وخلف منها سيدنا إسماعيل جد العرب. حورية حكمت مصر بعد أبوها طوطيس، وفي عهدها بعت ملك سوريا العملاق جيش على مصر بقيادة جيرون، لكن في الأغلب إن العملاق الوليد بن دومع هو اللي غزا مصر. وبغزم الوليد بن دومع لمصر بدأ حكم العمالقة الخرافي. الريان بن الوليد جه بعد أبوه الوليد بن دومع في حكم مصر، وكانوا المصريين بيسمونه هراوس، وده كان حاكم عادل ونزيه وآمن على إيد يعقوب لما راح مصر، بس خبى إيمانه على الناس، وهو اللي بنى قصر الشمع اللي هو حصن نابليون. وفي عهده بنى سيدنا يوسف مدينة الفيوم، واتسمت كده لأنه بناها في 1000 يوم. بس الريان حاله اتقلب وأخلاقه فسدت، وساب أمور الحكم إلى راجل من رجالته اسمه قطفير، وهو المعروف باسم العزيز. ولما مات الريان جه بداله على حكم مصر سيدنا يوسف. بعد كده مسك دارون، وده كان ثالث فرعون، وبعده ديرموس، وبعده حكم ابنه ميلاطس وغرق في النيل. الوليد بن مصعب اللي المصريين كانوا بيسموه ظلمة بن قمص، وده كان الفرعون السادس، وبيقولوا عليه فرعون موسى، واصله من حوران اللي هي دلوقتي في جنوب سوريا. وده قعد يحكم مصر حوالي 400 سنة، والناس بتموت حواليه وهو عايش، فطغى واستكبر وقال للمصريين انا ربكم الاعلى، فغرق ومات هو وقومه وهو بيطارد سيدنا موسى. ولما الفرعون الوليد مات غرق معاه جنوده، ومصر ما بقاش فيها غير العبيد والخدم والستات طبعا ما اشتركوش في مطاردة موسى، فبقت الستات تتجوز الخدم ويعتقوا العبيد ويتجوزوهم. وبعدين اتفقت الستات على انهم ينصبوا واحدة منهم اسمها دلوكة ملكة على مصر، وكانت دلوكة ست عاقلة وحكيم بتاعت 160 سنة. بنت دلوكة سور من اسوار العريش وصورت مصر كلها، وحطت عليه مراقبين واجراس من نحاس، بحيث لما يحصل هجوم على مصر المراقبين يدقوا الاجراس فالاخبار توصل بسرعة ويستعد. ودلوكة جابت واحدة سحارة اسمها تدورة، بنت لها اكواخ في منف، وعملت ابواب في الجهات الاربعة، ورسمت جواها على الحيطان رجالة وبغال وحصنة ومراكب، فلو حصل هجوم خارجي وما قدرتش دلوكة وجيشها عليه يدخلوا جوه الكهوف ويقطعوا رؤوس الصور ويخزقوا عينيهم، فاللي بيعملوه في الصور يحصل بره للجيش المهاجم، اللي هي فكرة العروسة الورق اللي لسه بتتعمل لحد دلوقتي في الدجل والشعوذة والحاجات الشعبية. وبالطريقة دي محدش قدر يغلب مصر طول فترة حكم دلوكة، ما كانش حد غلب يا اختي. دلوكة فضلت تحكم مصر 130 سنة وبعدها ماتت، ومحدش قدر يصلح الصور اللي باظت في الكهوف بقى، وفضلت مصر 40 سنة خرابة. وبعد كده جت ناس واختلطت الامم فيها، مصريين على يونانيين على عمالقة، وفضل القبط او الاقباط يحكموا مصر واحد ورا التاني لغاية ما جه المقوقس اللي في عهده استولى العرب على مصر. ومصر بالنسبة للعرب كانت حاجة ضخمة مليانة الغاز وبتسودها ثقافة متطورة هم مش قادرين يفهموها ولا يستوعبوها. وفي التراث العربي الديني مصر متميزة ولها مكانة كبيرة جدا، لان اسمها اتذكر كذا مرة في الكتب المقدسة كلها وفي الاحاديث النبوية وغيرها، سواء بقى بالسلب او بالايجاب، فده حصل. اتذكر
اتذكرت بالسلب واتذكرت بالايجاب. ادخلوها امنين. وفي قصه سيدنا موسى انه خرج منها خائف يترقب، واتذكرت كمان ان اول سجن اتبنى في التاريخ كان فيها واتسجن فيه نبي وهو سيدنا يوسف كان في مصر. واتذكر كمان ان الرسول عليه الصلاه والسلام اوصى باهلها خيرا وقال على جندها خير اجناد الارض. وبس كده خلص موضوعنا النهارده. اتمنى تدعموني بلايك واشتراك وكومنت حلو زيكم كده. والسلام عليكم ورحمه الله.